السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله راح نسوي لكم معجنات هشة بالجبن والزعتر، كلش هشة وطرية وش قد ما أسولفكم عليها ما تصدقون. خلينا نشوف الطريقة. بالبداية راح استخدم جبن، هذا الجبن الطري او الجبن العرب، احنا نسميه جبن العرب العراقي، وبقية الدول يعرفون انه هو يسموه جبن العكاوي. انا اجيب الجبن المالح واخليه بالمي، وكل فترة ابدل المي مالته الى ان يبدي تطلع من عنده الملوحة لين يكون دسم ومالح. وراح ابلش بالعجينة، وعندي هنا كيلو من الطحين، حاخذ نصف الكمية واضيف عليه حليب باودر وخميرة وسكر، وراح اخلي الملح اخر شيء، نخلي الملح على مود تخرب عندنا الخميرة. وراح اضيف عليه كوب من الزبادي او كوب من اللبن، يكون يعني بحرارة الغرفة، وكوب وربع من مي الدافي، لازم مي دافي يعني لا حار ولا بارد، وثلث كوب من الزيت الزيتون او الزيت العادي اللي متوفر عندكم. راح اقلب لين يصير عندنا عجينة سايلة، واضيف عليه اخر شيء الملح، وبعدين اضيف باقي الطحين وابدي اعجن بايدي. اذا عندكم عجانة استخدموها عادي، انا عندي عجانة بس ما استخدمها لان احب العجن بايدي، هيك احس يعني بمتعة ويعني هيك حركة حلوة. وراح ابدي اعجن العجينة لا تبدي تماسك ويانا. اذا شفت العجينة شوية قوية اضيف لها شوية مي، وبعد ما عجناها شوية راح اضيف تقريبا ملعقة طعام من الزبد الطري. راح اوزع الزبد على العجينة واعجن بيها. تشوفون الزبد انه يطلع من العجينة، هذا الشيء عادي، تظلوا عجنوا الى ان تبدي تتماسك فيها العجينة وتصير طرية وحلوة. وكل ما عجنت المعجنات عجن هواية، صار عندنا بالنهاية عجينة هشة وطرية وتخبل، لان احنا دا نفعل مادة الجلوتين الموجودة بالطحين عكس الكيك. وهنا اني بديت اعجن هواية تقريبا 5 دقائق إلى 6 دقائق. وراح اضيف اضافة اخيرة من اكمل العجن، ملعقة طعام من الخل، هذا يعتبر مثل المحسن للخبز. وراح تصير عندكم معجنات رهيبة رهيبة بمعنى الكلمة، وطرية وهشة وبسرعة تختمر عندكم. جربوها، هذا الشيء يعني السر، أنا عرفته يعني قبل فترة يتشي وجيزة. ندهن وجه العجينة ونخليها بحافظة ونغطيها ونتركها مكان حتى يضاعف حجمها. هنا بعد ما جبنا الجبن وصفيناه من المي راح نشفه وبعدين أبرشه حتى استخدمه. طبعا هذا الجبن ممكن تستخدموه للكنافة للقطايف لأن كلش طيب وحلو طعمه. وهنا بعد ما اختمرت عندنا العجينة تقريبا ساعة كاملة، صار عندنا عجينة كلش عالية وهشة مختمرة، يعني تجنن العجينة وطرية. طبعا ما راح استخدم اي رشة طحين من قد ما هي مقاديرها مضبوطة. انتم شو على المقادير تطلع عندكم عجينة كلش ممتازة. هنا خليت جو العجينة ورق زبدة حتى يكون عندي يعني سهل بالشغل. هنا سمك العجينة هذا راح اثقبها بالشوكة حتى لسه عندنا هيك عالية وناصية. وراح اخلي يعني قسم جبن وزعتر، وقسم راح اخلي لحم مثروم وشوية سمسم. وملاحظة مهمة، بعد ما تشكلون العجينة وتحشوها لازم تعوفوها شوية ترتاح تقريبا 3 دقائق، يعني شوية تختمر مرة ثانية، وبعدها تخلوها بفرن ساخن مسبقا، يكون الفرن كلش حار، وتشعلون النار من فوق ومن جوا حتى تستوي بسرعة. وإذا ما عندكم يعني تكون يعني فوق الجوا بس خلوه الجوا، وبعدين شغلوا الفوق حتى تاخذ هذا اللون الذهبي الحلو. وهنا بعد ما طلعتها من الفرن كلش هشة والجبن مايع وذايب وترفة. ممكن تستخدمون جبن موتزاريلا إذا ما عندكم جبن العرب، أو حتى ممكن تخلطوهم سوية، كلش طيب ورائع ولذيذ. وهاي الثانية باللحم المفروم والجبن، طرية وترفة وتجنن. يا ربي عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها، وبألف عافية عليكم وفي امان الله.